صعيب تفيق الصباح وانت عارف بلي جيبك فيه الريح، صعيب تشوف صحابك غاديين وانت واقف، وصعيب اكثر تسمع الوالده كدعي معاك وانت عارف بلي الدعاء وحده ما غاديش يخلص الكرا ديالك. في المغرب كنسميوها الحزقه، ولكن الحقيقه هي انها حاله دينيه قبل ما تولي حاله ماديه. بزاف كيقولوا البلاد ما فيها والو، ولكن واش بصح البلاد هي اللي خاويه؟ اليوم غنهضروا على كيفاش تصوفي راسك من الزيرو بالهوات وبلا وساطه. اول حاجه خاصك تقلعي هي عقليه الضحيه. الدوله، الحكومه، الزهر، الوالدين، هادو كاملين شماعات كتعلق عليهم العجز ديالك. واخا يكون هادشي بصح، واش البكا غيغير شي حاجه؟ ابدا. الحزقه في هاد البلاد في امتحان. واش غترضى بالفتاه اللي كيطيح بالطبله، ولا غتنوض تصنع الطبله ديالك؟ باش تخرج من الميزيريه في 2026 مابقاش كينفع الدبلوم بوحدو، العالم تبدل. الا كنتي كتسنى خدمه تجي تدق عليك غتبقى تسنى حياتك كامله. باش تصوي راسك في هذا الوقت خصك تعلم شي حاجه، تعلم شي مهاره، تعلم شي تول بحال البرمجه، التجاره الالكترونيه او صناعه المحتوى. هادو هما الباسبور الجديد ديالك في هاد البلاد. النجاح في وسط الميزيريا كيطلب منك تكون قناص. قطع المصاريف الخاويه، بعد على المظاهر الكاذبه. الا كان عندك 100 درهم حاول تستثمرها في راسك ماشي في قهوه. تحاول تسد على راسك وتخدم في الظل شهور ربما سنين حتى تخرج للضو وانت واجد. الميزيريا هي الوقود اللي خاصو يحرقك باش توصل، ماشي اللي يطفي لك الشمعه. المغرب فيه الفلوس، غير هي ما كايناش في الزنقه، لا في الافكار وفي التمارين الذكيه. ما تبقاش تتنشى تصبر وتحفر البير ديالك. الحسق ما بقاش قادر، بقات خيار. واش غتبقى ضحيه ولا غتولي ناجي؟ القرار ليك اخي.